وبمناسبة يعني دخول الدراسة وكده، يعني ابتدت تظهر شكاوي من الأمهات مع أطفالهم إن هم بيعانوا يعني معاهم من سلس البول، وإمتى ده يبقى طبيعي وإمتى يكون ده فعلا مشكلة. خلينا نفرق بس في الأول ما بين أنواع سلس البول في الأطفال. احنا أكتر حاجة بنشوفها في الأطفال موضوع التبول اللا إرادي الليلي أثناء النوم. دي أكتر أنواع السلس البولي اللي بنشوفها في الأطفال، وخصوصا في سن الدراسة، وخصوصا مع دخلة المدارس نتيجة برودة الجو ونتيجة التوتر العصبي اللي بيبقى ليه علاقة بالمدرسة والصحيان بدري ومش عارف ايه. في الكلام ده كله ممكن يؤدي لمشاكل التبول اللا إرادي في الأطفال. الموضوع ده بيتعالج بسهولة، وليه علاج سلوكي مع بعض الأدوية بتتاخد مع بعض التمرينات يعني العلاج التعديلات السلوكية للأطفال بتؤدي لآخر إن معظم الأطفال دول بيتحسنوا. في أنواع تانية من السلس البولي بتبقى مرتبطة بأن الطفل ممكن يحصل عنده نوع من السلس البولي وهو صاحي، ودي لازم يعني نتأكد كويس قوي من طريق نوع السلس وكمية البول بتنزل، وبتفرق من الولاد للبنات، وكل حالة لازم يعني تدرس على حدة، لأن ممكن يكون ليها علاقة بمشاكل في الجهاز العصبي أو مشاكل ليها علاقة بالتهابات متكررة في الجهاز البولي التناسلي في البنات الأطفال، أو عيوب خلقية في الجهاز البولي في الولاد.